غريزتي عايز ان ابقى احسن من كل الناس اللي حواليا. الثلاث حاجات اللي موجودين دلوقتي في العالم: سكس، ماني، باور. جنس، فلوس، قوه. ودي نظريه التطور. انا بمشي عشان دي الغريزه اللي جوايا، انه انت بتقول البقاء للاقوى. ايوه، هو ده بالظبط اللي برضه بنأكد عليه. ما هو ده اللي احنا بنقوله زي مثل الجواز والعلاقه الجنسيه. انا عايز اعمل اللي انت بتقوله ده، اللي بولس كان بيعاني منه في رومية 7. انا عايز اعمل عكس المفروض مطلق بالنسبه لي ان امشي عليه. غريزتي عايز ان ابقى احسن من كل الناس اللي حواليا، فابان ان انا افضل من كل الناس اللي حواليا. غريزتي بتقول لي اخد واسرق اللي عندك، لان انا عايز ابقى اغنى واحد. الثلاث حاجات اللي موجودين دلوقتي في العالم: سكس، ماني، باور. سكس، ماني، باور. جنس، فلوس، قوه. كل الخطايا 100% من الخطايا اللي موجوده على مستوى العالم جايه من الثلاث حاجات دول. الله اتكلم تلت العهد الجديد بولس بيتكلم عن الفلوس. تلتين كلام المسيح في انجيل متى بيتكلم عن الفلوس. نفس الكلام، مش عايز ادخل في التفاصيل في كل واحده. انا عايز اعمل الثلاثه دول. انا عايز يبقى عندي فلوس اكتر، عايز ابقى غني جدا، عندي كذا عربيه، عندي كذا بيت، عايز اعيش مرتاح. عايز اخد اللي عندك عشان انا عايز يبقى اللي عندي اكتر من اللي عندك. انا عايز سلطه اكتر ونفوذ اكتر. ودايما الجنس مشكله ضخمه. هو ده اللي بيقوله. لو انا ما عنديش حد مطلق بيقول لي يا جماعه ده غلط، مش ده، لا الفلوس ولا الجنس ولا النفوذ، بتقول لك انت مفروض انت مين. كلام المسيح كله كان دايما عكس الثلاثه دول. همشي ورا الغرايز بتاعتي عشان ده الطبيعي، ودي نظريه التطور. انا بمشي عشان دي الغريزه اللي جوايا، ده اللي انا عايز اعمله، ده اللي انا نفسي فيه. عشان كده بقول انا عايز ابقى صادق. هو ده اللي احنا بنحاول نعيش عشانه. لكن عشان انا مسيحي مؤمن عندي دستور بيقول لي حبيبي لا فلوس ولا جنس ولا نفوذ ولا اي هو انا بمشي على الدستور ده عكس اللي انا عايز اعمله طبعا. عشان كده بخضع جسدي واستعبده كل يوم. عشان كده بتحط تحت الميكروسكوب. عشان كده بقول 50 دقيقه مع ربنا اقل حاجه عشان بشبع. عشان كده بولس بيحارب. عشان كده بنقول يا جماعه الزقوا فيه. عشان كده بولس بيقول لتيموثاوس اجتهد ان تقيم نفسك مزكى لله. عشان كده بيقول يا جماعه في بطرس الاولى كونوا قديسين كما انا قدوس. يا جماعه اجتهدوا. ان كلمه الاجتهاد جت 32 مره بس في الاناجيل.